دي ما حلتهاش حاجه ابدا. يوم تستلف منخل، يوم تستلف سكينه، يوم تستلف مقشه، ما فيش يوم تستلف حماتي. يوه ينجيلك يا مضروب. السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن أم ستوتة اللي عملت دور حماة نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. ممثلة كوميديانة من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من أنها لم تقدم سوى فيلم واحد بس في السينما المصرية، إلا أنها تركت بصمة مميزة. اسمها بالكامل أمينة أحمد عبد العال زهني. ولدت في محافظة الشرقية سنة 1860. كان زوجها عامل من أسرة متوسطة الحال، وتوفى بمرض السرطان، وترك لها ابنتهم الوحيدة، ولم تجد أي مصدر رزق. أم ستوتة في فيلم سلامة في خير، انتوا تعرفوا انها مثلت 4 مشاهد فقط في الفيلم وفي حياتها كلها. القصة تبدأ وتنتهي عند نجيب الريحاني. هي كانت جارة له في الشارع في منطقة باب الشعرية، وكان يحب دايما يعدي عليها ويطمن. كانت بتشتغل وبتساعد نفسها في بيع الخضار، وده كان مزعله لأنها ست كبيرة. حاول كتير يديها فلوس وهي كانت بترفض. في يوم جات له فكرة انه يساعدها بطريقة تانية، وهو انه طلعها معاه في بعض المشاهد في فيلم سلامة في خير، وفعلا عمل لها مواقف مخصوص على انها حماته، وده ما كانش موجود اصلا في السيناريو. المهم بدأ التصوير، والست أمينة جات ومثلت المشاهد بتاعتها، مع انها كانت مبوظة الدنيا، تبص للكاميرا وتشرب سجاير، تقول كلام مش موجود. وكان نجيب الريحاني مش بيعيد التصوير وبيسجل المشاهد زي ما هي. نجيب الريحاني قال لها شكرا يا ست أمينة، انت كده دورك انتهى، وادالها 50 جنيه. وكان وقتها مبلغ ضخم جدا كان بياخده الممثل التاني في الفيلم. هي طارت من الفرحة وما كانتش مصدقة. هو قال لها يلا روحي البيت. راح قدام الاستوديو وهو بنفسه وقف تاكسي ووصل السواق ووصلها البيت، لانه لسه ما كانش يخلص شغله، وكان بيرجع الساعة 6 الصبح. رجع نجيب الريحاني البيت ونام كتير. صحي فجأة على صوت خبط على الباب من سيدة كانت بتقيم مع أمينة، بتقوله إنها ما رجعتش من امبارح. ازاي كده؟ أنا مركبها تاكسي ووصفت له العنوان، دور في المستشفيات وأقسام الشرطة. طلع نزل مفيش فايدة، أمينة اختفت. نجيب الريحاني خد بنتها يربيها حسب وصية أمينة. هي قالت له أنا لو مت بجربي انت البنت. تكفل بتربيتها بعد هروب والدها ووفاة أمها. علمها أحسن تعليم لغاية ما كبرت، واتزوجت في ألمانيا وخلفت 3، والبنت ماتت برا مصر. الموضوع يخلص كده؟ لا طبعا، إن ربك لبالمرصاد. بعد 27 سنة واحد بلطجي اتخانق في الشارع مع ناس، خلافات في الجيرة. البلطجي قتل واحد، ابن الراجل اللي مات جاله يتخانق معاه، قتله هو كمان، والبلطجي اتحكم عليه بالإعدام. صباح يوم الإعدام جاله الشيخ يلقنه الشهادة. البلطجي كان بيبكي بكاء شديد جدا. قاله في حاجة عايز أقولها قبل ما أموت. خير يا ابني؟ قاله إني مش دي أول مرة أقتل فيها. أنا زمان قتلت واحدة ست عجوزة، ركبتها معايا التاكسي من عند استوديو للتصوير، واللي ركبها الممثل نجيب الريحاني أو واحد يشبه له. وليه قتلتها؟ قاله إنها وهي قاعدة ورا في الكرسي شفتها بتطلع فلوس كتير جدا وعمالة تعد فيهم. الشيطان قال لي أخدهم منها. خدتها على مكان في الصحراء وعملت إن العربية عطلت، وقلت لها انزلي أركبك حاجة تانية، وضربتها على دماغها وخنقتها وخدت الفلوس ورميتها من فوق الجبل. وبعد الحادثة ب10 أيام رحت أطمن في مكان الحادثة، لقيت إن الضباع والكلاب أكلوها وما فضلش غير هدومها مقطعة ومشيت. مين عرف الموضوع ده؟ بديع خيري، من ضابط كان حاضر تنفيذ الإعدام. بيقوله إني أمينة كانت دايما تجيله في المنام تعيط وتبكي، وبعد ما الضابط حكاله جاتله في المنام لابسة أبيض ولها جناحات طارت في السما بيها، وبعدها محلمش بيها تاني. وبعد وقوع الحادث الأليم دخل نجيب الريحاني في الإسلام،